في أحد الأيام قرر رجل فقير أن يخدع صديقته ويقنعها بأنه في إجازة فاخرة. بدأ خطته الغريبة برفع غطاء التواليت وتعليقه على التقويم الموجود على الحائط، والذي كان عليه صورة طائرة ليبدو وكأنه في مطار أو مسافر. وقف بجانب التقويم، التقط صورة لنفسه وأرسلها لصديقته قائلا: أنا في إجازة، كأنه يعيش أفضل لحظات حياته. ثم فتح الكمبيوتر وبدأ يشاهد صورا لحمامات سباحة فاخرة. استخدم إصبعيه وكأنهما قدماه، وأخذ يمثل أنه يستمتع بحمام شمس على حافة المسبح وهو يضحك ومستمتع على الآخر. لكن الأمور تعقدت عندما طلبت منه صديقته أن تتحدث معه عبر مكالمة فيديو لتتأكد بنفسها. وبمجرد أن رأى اتصالها ركض بسرعة، سحب القماشة التي كانت مغطية الطاولة وفرشها بسرعة على السرير، خلع غطاء الوسادة واستلقى متظاهرا بأنه استيقظ للتو من النوم. اتصلت به وسألته مستغربة: لماذا أنت نائم على السرير؟ فأجابها بثقة: وأنا في الإجازة أحب أرتاح شوية على السرير، ده كمان سرير في فندق 5 نجوم. وأضاف قائلا: بعد شوية هنزل آكل وجبة بحرية فخمة. صدقته صديقته وأغلقت الاتصال، وبدأ أن خطته قد نجحت تماما. لكن الواقع كان مختلفا، وذهب ليحضر لنفسه طبق إندومي لأنه ببساطة فقير ولا يستطيع الخروج لتناول الطعام. وفجأة رن هاتفه مرة أخرى. كانت صديقته تتصل لتسأله عن اسم المطعم الذي قال إنه سيأكل فيه، فرد عليها بسرعة قائلا: ده مطعم لشخصيات مهمة وما ينفعش